فرنسا راحت ترفع في راسها وبنضرب ليبيا. تضرب ليبيا هي عزيبة عندك يا تافه. احنا اللي نضربوك، احنا اللي نضربوك. ضربناك في الجزائر وضربناك في فيتنام. احنا اللي ضربناك، انت اللي تضربنا. جرب تعال، الله ينصرك. جرب. ها من الرجال، ها ابناء الشهداء، ها ابناء الابطال، ها ابناء معركة القرضابية، احفاد ابطال معركة القرضابية والمرقم، ها موجودين فوق الارض. يا سلام. نسيت بريطانيا، نسيت بريطانيا، نسيت فرنسا هزيمتها المنكرة في الجزائر، في فيتنام. نسيت هزايمها في كل مكان، وراحت ترفع عقيرتها مرة ثانية. وهو يجيفهم قاعدة في صحراء الجزائر بالآلاف. بريطانيا اللي انتهت، أصبحت أثر بعد عين، حتى هي ترفع عقيرتها وتسألها وتقول أنا حتى نبي نهجم على ليبيا. تهجم على ليبيا؟ شوف حدود مشتركة بيننا وبينك، أنت وصية علينا. ليبيا هي حق. وراحوا يتكلموا والقذافي يجب يتنحى. يتنحى عن شنو؟ أنتم تنحوا يا مجرمين مستعملين. تنحوا عن شعوبكم. نتحداهم يعطوا شعوبهم الحرية مثل ما أعطيت أنا الشعب الليبي الحرية. نتحداهم يعطوا الشعب الأمريكي الحرية. نتحداهم يعطوا الشعب البريطاني الحرية. نتحداهم يعطوا الشعب الفرنسي الحرية. ترى يتخلوا هم عن كراسيهم، يتنحوا ويرحلوا ويخلوا الشعوب تحكم نفسها بنفسها. أبدا لا يقدروا. هم يحكمون الشعوب بأداة دكتاتورية. حزب جمهوري، حزب ديمقراطي، حزب مسيحي، حزب الوسط، حزب اليمين، حزب اليسار. أدوات دكتاتورية رأسمالية تطحن في الشعوب. هم هذه الدكتاتوريات الرأسمالية يجب عليها أن تخجل، لأن أبعد ما يكون عن الديمقراطية. تتكلم عن الديمقراطية، تتكلم عن حق الشعوب. أنتم وصياء على الشعب الليبي، من أعطاكم هذا الحق؟ هذه العقلية الشيطانية المجرمة اللي دمرت العالم في حروب سابقة ما زالت موجودة وتدمر العالم مرة أخرى. ما فيش فائدة منها إلا التصدي إليها بكل قوة. هي ما تخاف وما تخجل. هي هذول يخافوا. إن كانها مؤامرة استعمارية مصممين على هزيمتها، إن كانها مؤامرة داخلية مصممين على هزيمتها، إن كانها زندقة ودروس مصممين على سحقها. احنا مصممين على أن نسحق الأعداء. احنا مصممين على قبول التحدي مهما كان. إذا كانت مؤامرة داخلية ستسحق، خارجية